انتظرت من قتل عمر بن العاص؟ ليش انتظرت على عبد الرحمن اخوها؟ ليش مو بامر معاويه انقتل ابن خليفتهم؟ هذول غجر رحمه الوالده كاوليه بنفتهم ذولا ديدنهم شنو؟ ما نعرف هذول شنو منين يامل لا من اتباع، لا هم يقولون نفسهم ان محمد ان الشخص بلغ رسالته وراح. رحمه الوالده تفهمون هذول مريادين كاوليه تفهمون او هذا جزائري شنو؟ يعني عجيبه يا اخي عبد الله والله العظيم عجيبه. هذول شنو دول؟ شنو دينهم؟ اريد واحد يفهمنا. دين عائشه، هو دين عائشه. والله العلي العظيم عذبونا يعني شنو الوضعيه مالتهم دول؟ يعني شنو دينهم؟ شنو ذبح شنو تهددنا بالذبح؟ امامنا الحسين سلام الله عليه مات مذبوح والفخر وذاك مقام الحسين. شوف القبب مالته تناطح السماء وتاريخ 1500 سنه باقي وانصار الحسين باقي. هذا منين؟ شنو ديدنهم؟ شنو طينهم ذولا؟ هذاك تفهمني رحم الوالده ذولا شنو دينهم؟ احسنت اخونا بارك الله فيك رحم الله والدينك. ناخذ ابو حسين. الله يحفظك يا مولاي، الله يحفظك يا مولاي. بارك الله فيك. ناخذ ابو حسين من طهران. شلونكم زينين؟ السلام عليكم ابو حسين تفضل. أنا اللي كنت احكي وياكم قبل قلت لكم صارت الشكل عندي واستجنت. هلا ابو حسين حياك الله. اي نعم اي نعم حياك الله. شلونك اخوي عبد الله؟ اهلا وسهلا. مشتاق لك والله. حياك الله اهلا وسهلا ابو حسين. شلونك شلون الاهل ان شاء الله زينين؟ سلمك والله مشتاقين يا اخي ولكن لا في اليد حيله. هل قدر حاولت اتصل بكم ما قدرت. الله يرحم الشهيد، اللهم لعن عمر وابو بكر وعثمان ومعاويه ويزيد وام هذا الجزائري هسه اتصل الله يلعن امك عائشه. هدد الناس بالقتل انت شنو؟ اخي عبد الله اذا تتذكر الاخ عمر اتصل، الاخ عمر ما ادري عمر اتصل بكم بيوم الاول من الحادثه تتذكرها؟ قال لك ما يخلونا ندخل القريه وجت ثلاث عربيات من الشرطه عن السيارات ممنوعه بالشرطه. لأنه دخلوا من عوام دخول القرية. ليش؟ تدري ليش؟ حتى لو يكتبوا كيفهم الشرطة ما دخلوا. فمحمد مرسي هو اللي أول واحد اللي هو أفتى بقتله. تدري شلون؟ اتصل قناة بلادي من العراق قبل يومين، اتصل بهذا النائب اللي هو محمد مرسي، قال محمد مرسي متندم شران عناي الفعلة وما قدر يسوي شيء وما أدري شنو. هذا رد عليه قال له والشرطة واقفين ليش ما قدروا يحاجزون هذولا؟ قال لا الشرطة كانوا هم مكلفين، بس مكلفين لأنه لا يخلون واحد يدخل القرية. جن هاي هذا دليل على شيء، إن دل على شيء فإنه يدل على أنهم هم مشتركين، يعني الحكومة هي مشاركة بالقتل. بعدين انتم تقولون خليك عنهم النفط، هذا المالكي بيسويها. ليش؟ هم قالوا انه يجيكم 4 ويتون هذول اغراض مالهم الاسرائيل ياخذ نفط من العراقيين. هذول العراقيين اللي هسه عندهم يومية قتل يقتلون بيهم. ليش؟ حتى لا يدزوا لنا ارهابيين المصريين وتسوي ارهابيين. قبل مدة هذول السعوديين ذبحوا واحد، اعترف قال انا ذبحت واحد من رقبته. امرني واحد اسمه خستاوي عندنا نوع من التمر، هذا اسم الحزبي. خستاوي امرني وانا جاء وذبحت هذا. هسه انحكم بالاعدام، هسه يريدوا يطلعوهم. فهذول مو الله يبشر ان شاء الله. هذا الشهيد مع آل محمد والحسن والحسين والله العظيم ماكو واحد ما بكى. يعني المسلم اذا يشوف شيء قتل ويشوف شيء ارهاب شلون يسكت؟ الو اخي عبد الله. نعم سمعت. نعم حبيبي سلمني على الشيخ. وعليكم السلام. هلا ابو حسين حبيبنا ورحم الله والدينك وعظم الله اجرك باستشهاد الشهيد حسن شحاته وبارك الله فيك. والله اخي عبد الله انا من فقد البصر يأس من الشهاده ولا يدعوا لي بالشهاده. الله ان شاء الله انا وانت في يوم واحد ان شاء الله. ان شاء الله والله العظيم يا اخي ما في اليد حيل. يقول لك العين بصيره واليد قصيره. العين الحمد لله فقدت واصابعي مكسوره 2 منهن. قل لي اسالك في السؤال بالنسبه للوضوء ما اقدر اجمع الماء شو اسوي؟ يصير يعني واحد شكل يذب الماء على وجهه. عندي اصبع المكسورات واحده منها واحده من 2 ايدين. هاي اصبع الوسط ما اقدر اجمع الماء بيه. ممكن بس سؤالك الله يخليك تحوله للاخوان في الكنترول حتى ياخذونه يحولونه لسماحه الشيخ. حبيبي ابو حسين. هو مو شيء صابعي ما اقدر اجمع الماء شلون اتوضا؟ هذا سؤال.
زين انت خلي يسجلون حتى انا بعد اقرا واجاوبك. مشكور ابو حسين حبيبنا، شكرا. في امان الله حبيبي. في امان الله. الله يخليك. في امان الله. حياك الله. في الدكتور سعيد من لندن. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم اخ. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. سلام الله على روح الشيخ حسن شحاتة ورفاقه. كان نورا في الأصلاب الشامخة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. حبيبي عبد الله، سياسة قتل شحاتة والكلام اللي جرأ بنطق به هذا الجزائري المارق ومثيري الفتنة من المشيخة الذين اجتمعوا في القاهرة قبل فترة قصيرة، من ضمنهم القرضاوي والعريفي، وصدى لهم هذا الفاسق المجرم العجمي اللي ظهر في الكويت وأمثال الكثيرين. أخي هؤلاء يستمدون ثقافتهم وأفكارهم من محمد بن عبد الوهاب. يجب أن نشخص العدو أخي، يجب أن نشخص أعدائنا. أعدائنا هم المارقون الذين تمولهم دولارات البترول السعودية. هذه الأموال الهائلة، هل تعرف يا أخي أن آل سعود بذلوا ما يقارب 100 بليون دولار لضخوا هذه الأموال لتغيير عقلية الشباب والصغار في كل المعمورة. في باكستان أنشأوا المدارس، وفي أفغانستان التي خرجت هؤلاء الوحوش الغابرة الذين الآن يفجرون أنفسهم في أنحاء باكستان يقتلون الشيعة. وفي العراق أسسوا هاي المجموعات المتوحشة من الوهابية اللي يسموهم الآن دولة العراق الإسلامية، ويرسلون يعني يرسلون بغالهم من السعوديين ليستمروا في قتل العراقيين. وما حدث في جنوب لبنان قبل يومين ثلاث، العسير هذا ممول من آل سعود. وما يحدث في سوريا من قتل وتدمير، هذه أموال كلها ممولة من البترول دولار السعودي. يا أخي يجب أن نشخص مصدر الاسم والجريمة. الجزائري هذا الجالس في أقصى المغرب العربي في الجزائر، هذه تموله البترولات، بترول دولار السعودي الذي يمول مجموعات الجريمة والقتل والتبشير والتفخير والتكفير. شوف حبيبي عبد الله، أقول لك شيء معين. نعم. شوف احنا الآن نعيش 500 سنة بسبب هؤلاء المجرمين آل سعود وأفكارهم. احنا نعيش 500 سنة متأخرين. في سنة 1572 يوم 25 أغسطس، يوم 25 تموز 1572 هاجمت قوى الوحوش الكاثوليكية قرى صغيرة من البروتستانت في أوروبا، في فرنسا وفي ألمانيا، وقتلوا في ليلة واحدة 3000 إنسان بريء من رجل وامرأة وشيخ وطفل. ليش؟ لأنه كانوا يعتقدون أنهم أكثرية كاثوليك، وهؤلاء البروتستانت المجموعات الدينية الصغيرة اللي ظهرت ممكن سحقها وإبادتها والقضاء عليها، لأنهم أكثرية يحاربون أقلية دينية. وهذا الحدث التاريخي الآن مدون في التاريخ الأوروبي كلطمة عار، وصمة عار في جبين كل أوروبي. أن نتذكر في هذه الليلة رأسه ينحني إلى الأسفل ولا يريد أن يتذكر هذه الحادثة بعد فترة الحملة التنويرية وقانون حقوق الإنسان اللي هم الأوروبيين ساهموا بتشريعه. ما تصنعه العصابات الوهابية
وما تموله أموال السعودية يجعلنا ثابتين وأقدامنا مرسخة ولا نتقدم لحظة واحدة. الأوروبيين تقدموا خلال 500 سنة، الآن أوروبا تستقبل كل من مظلوم وكل من معارض سواء دينيا أو سياسيا تستقبله، وأسود وأبيض ومسيحي ويهودي ومسلم، وتقدر حتى تروج إلى دينك وإلى حزبك في أوروبا بحرية. كيف ننتقلوا إلى هالمرحلة من الثقة بالنفس؟ لأن تجاوزوا هذه المرحلة، مرحلة الفسق والفجور والتوحش اللي الآن السعودية تبثها إلى العالم العربي والعالم الإسلامي بأموال البترول. أخي يجب أن نركز على هؤلاء الفسقة، يا هؤلاء المجرمين. هذا مصدر الجريمة، هذا مصدر الفسق، هذا مصدر التوحش. يجب أن نركز عليهم، لا نبتلي بغيرهم. هؤلاء هم الذين يروجون ويدعمون ويؤسسون للقتل والجريمة. صحيح دكتور، وهو صحيح كل الشر بالأرض، كل ساس وهابي نجس قاتل ناحر هو أساس تمويل من آل سعود. مشكور دكتور على مداخلتك وعلى تنبيهك لنا، وإحنا فعلا صراحة عدونا الصراحة الأول هو آل سعود لعنة الله عليهم في هذا الوقت. بعد التحية تبرع من الأخت جنان 100,000 دينار وتسلم على سماحة الشيخ وإليك وعلى كادر، وهذا المبلغ عن سماحة الشيخ حسن شحاتة، ويسألونكم الدعاء بحسن العاقبة وشكرا بارك الله فيها. بارك الله فيك يا أبو حسين. و160 باوند من أبو منتظر من أمريكا. يلا يا أخواني خلوا المبلغ هذا ينتهي وخل انتفض حق برامجنا. وفي كاتب أردني اسمه محمد عواد يقول اليوم أحرقوا شيعيا في مصر وسوف يصفق بعض الحمقى لذلك، غدا سيحرقون صوفيا ويصفق الحمقى أيضا، ثم يحرقون شافعيا أو حنفيا أو مالكيا أو حنبليا لاختلافه معهم في فتوى شرب الماء ويصفق الحمقى أيضا، ثم يتم حرق الحمقى أنفسهم. فعلا هؤلاء نفس هذا اللي اتصل ومستانس فرحان، ويا فرحة أمك فيك يا الجزائري إنك مبسوط إن ناس احرقوا ناس واقتلوهم، وهذا فراح الحرق يوصل لك أنت وراح تحترق وجهك قبل لا بالدنيا قبل الآخرة. في عندنا اتصالات، خلنا ناخذ اتصالات. أحمد بن بغداد، حول لنا أحمد بن بغداد. أحمد السلام عليكم. عفوا محمد، تفضل محمد. السلام عليكم. انقطع الاتصال شكله. منو عندك اتصال ثاني ولا لا؟ أحمد بن البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام، الله يسعدك استاذ عبد الله. اهلا وسهلا، حياك الله يبا. اذا امكن تحولنا على الاستاذ اخ عبد الله. تفضل يبا تفضل. الله يسعدك استاذ عبد الله. الحمد لله، الله يجويك، اهلا وسهلا. تحياتي لك والشيخ ياسر الحبيب، هذا الشيخ البطل المجاهد. الله يحييك ان شاء الله. اخي بخصوص الخبر اللي نشرته قبل قليل قلت لك الطرد السفير المصري من العراق. نعم. اخي احنا بالعراق ما نحسك بحكومه شيعيه، احنا ناس بالجنوب ناس مظلومين مضطهدين بزمن صدام، وهذا الزمن ايضا مضطهدين به. احنا ناس تعبانين. انا رجل من 2003 لحد الان امر وزاره ما عنده الداخليه، واللي وزير الداخليه هو عدنان الاسد الشيعي، وضامنا من ذاك اليوم الى اليوم. ولا هي قناتكم هذا مو يعني، بس احنا ماكو احد يوصل له صوتنا الصراحه يعني. زين ماكو احد، فاحنا يا اخي نشكركم على هذه القناه المباركه. تكلم يبا تكلم، خذ راحتك تكلم، قول اللي تبيه. ونذكر الشيخ ياسر الحبيب. انا اتكلم ليش؟ لانه احنا ناس يعني قلت لك ناس ما قلت لك احنا ثوريين، احنا ناس مجاهدين بهالمعنى اقول لك، لكنه ظلم علينا من ذاك الزمن لهالزمن. وهاي الحكومه تشوفها تلفزيون، حكومه الشيعه العراقيه، حكومه فاشله، حكومه مرتزقه، حكومه يعني نازلت عن حق الشيعه في سبيل ان تبقى بالكراسي، حكومه ما لها اي معنى، ما لها اي شيء للشعب ما قدمت. لا بس هذا تو يقول مالكي زعيم العراق وزعيم الشيعة. زعيم الشيعة هذا امام الناس، امام الشيعة، لكنه خليه احنا نحاسب عدنان الاسدي،
اللي موجوده بوزاره الداخليه، اللي ضارب له ما يقارب بال2000 منتسب لحتى بدون امر وزاري، يطول الفدائيين او يطول الفدائيين حقوق، يطول القتله جماعه صدام حسين حقوق، واحنا ناس مظلومين زي ما صدام وهذا الوقت هم مظلومين به. واحنا شلون يظالمكم زعيمكم زعيم الشيعة المالكي؟ نعم مظلومين، نعم مظلومين. انا احكي وما اخاف من اي واحد. انا ذاك الزمن كنت مجاهد و6 سنين بالسعوديه لاجئ، لا اعتبروني لاجئ، لا اعتبروني انسان شو اسمه، يا بحث اعتبروني سجن سياسي ماكو زين. فقط الهم والجماعتهم وتحس انه الشارع فيه فتنات. يعني قصدك هذول اللي يقلقسون للمالكي موكلهم تارس حلوقهم مثلا؟ ما نعرف اخي، احنا نعرف نقول هذا عدنان الاسدي، احنا نريد نطالب بمحاكمته، شوف شنو هو يعني ليش يفضل على ناس فدائيين كانوا يثبتهم ويعطي الحقوق، والناس اللي رجعت من التقوا صدام لحد الان باقي حتى امر تثبيت ما عنده، يعني ما له سلسله، ما له راتب، مذلول، مهان. ليش؟ لانه حارب صدام حسين، لانه قال صدام حسين انسان كافر، لانه ما صار بعثيه ويبعثيه. واحنا نشكر معكم ونفتح المجال للاخوان الاخرين. حبيبنا شكرا لك، شكرا لك. سلام يعني سلام خاص. هذا الشيخ اللي مثلنا حتى نريد نقول باهل البيت، نشوف اهل البيت يعني. بارك الله فيك، مشكور اخونا احمد، اعانكم الله ان شاء الله. تو قاعد يقول زعيم الشيعة ذاك ذلك، يقول شلون الزعيم يظلم الرعية. عندنا ابو الحسن من الجزائر. ابو الحسن تفضل. انقطع الاتصال؟ اذا انقطع اتصال محمد اخذ لنا فاصل، خلينا شويه نقوم حتى نرتاح شويه من قعده الكرسي، صار لنا 3 ساعات قاعدين، ساعتين. خلينا ناخذ فاصل 3 دقائق ونرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. قناة فدك، صوت الجهر بولاية آل محمد عليهم السلام، تناشد المؤمنين الإسهام في تغطية نفقات البث. إن هذه القناة التي تنتهج الصدق والصراحة إنما تستمد تمويلها من تبرعات المحسنين من المؤمنين والمؤمنات الذين يؤمنون بضرورة وجود هذا الصوت الإعلامي الصادق البعيد عن التنازلات والمساومات على حساب الحق. يمكنكم مد يد العون والمساعدة الآن بالاتصال بهيئة خدام المهدي عليه السلام مكتب لندن، وذلك على الأرقام التالية: 0044-777-55-78-500 أو 0044-33-03-5181. نصر الله من نصر آل محمد الطاهرين عليهم السلام. قطرة الحق على صخرة الباطل.
على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن أعداءهم. حياكم الله في هذا البث المباشر، ونجمع فليسات فاتورة قناة فدك حتى نسدد الفاتورة. والحمد لله الاستجابة نقدر نقول دون المتوسطة، الحمد لله هم دون المتوسطة جيدة، يعني مو سيئة، دون المتوسطة زين الحمد لله. الله يخليها إن شاء الله متوسطة وبعدين تصير جيدة جدا إن شاء الله. عندك اتصال محمد؟ عندنا حسين من القطيف. حسين السلام عليكم. حسين تفضل. انقطع اتصال. أنا المشكلة هذه ما أدري ليش البكريين إذا اتصلوا دائما يقولون من القطيف، يدرون أن القطيف أكثرهم رافضة، عبالهم إحنا ما نصعده إذا قال مثل من الرياض ولا من عرعر ولا من حفر الباطن ولا من شو اسمه الخفجي، هذه المناطق حوالي الكويت أعرفها عدل. لا يبقى إحنا نصعد الكل من جدة من أي مكان، من حائل. قبل فترة كان يتصل علينا حجي من حائل شايب، رجال كبير بالعمر شمري. فإحنا لا نصعد الكل، ولا ما له داعي الواحد يقول أنا من القطيف أو أنا من الإحساء أو من البحرين، لا الكل إحنا نصعده ويقول رايه، بس أهم شيء إنه يكون مؤدب، وإذا قل أدب الشباب ينصعونه من تحت. طرق التبرع قاعد نعرضها، الإخوان تقدرون تتصلون علي الهواتف اللي هو 0044-788-988-2043 والرقم اليمة اللي نهايته 500. الأخوان ناطرينكم على هذه الأرقام، ياخذون من عندكم رقم البطاقة. حط لنا محمد البطاقة عندك موجودة جاهزة، البطاقة الائتمانية. نحتاج من البطاقة الائتمانية هو الرقم الكبير اللي موجود على البطاقة 16 رقم وتاريخ انتهائها مع الثلاث أرقام اللي موجودة خلف البطاقة إذا توفرت. يعني طريقة جدا سهلة، والإخوان عندهم ماكينة يسحبون المبلغ الآن. هو هذا الحين الظاهر على الشاشة، هذه البطاقة يعطيك إياها البنك، أو حتى إذا ما عندك حساب بالبنك يبيعونها البنوك. بعض البنوك توزعها مجانية، بعضهم يبيعونها $5. هذه البطاقة تعبيها كثر ما تبيه، مثلا تبي تتبرع $100 تروح تشتري بطاقة وتعبيها $100 وتبعث لنا إياها، بس أهم شيء يكون عليها الفيزا، هذه كلمة فيزا اللي تحت، وهذه تشتغل على الماكينة اللي عندنا ونستقطع المبلغ. ولا تخاف، المبلغ راح يكون المستقطع باسم شركة وليس باسم هيئة خدام المهدي ولا قناة فدك. حسين من البصرة. حسين السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام على ناصر الزهراء. سلام الله على الزهراء. ولعنة الله على عرعور ومحمد ياسر والوهابية والسلفية وآل سعود. وتحية لكم. الله يحييك إن شاء الله. ولقناة السلام. سلام الله على أهل البيت. وللشيخ حسن الله يالي وياسر حبيب ولواء أبو الفضل عباس وقوات حزب الله اللبناني والحرس الثوري ولأهالينا في القطيف في السعودية ونبل وزهراء في سوريا. حبيبنا حياك الله وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. والله ونشكركم على هذا البرنامج. حياك الله يبا، أهلا وسهلا يبا، حيا الله. وشكرا. أهلا وسهلا. في أمان الله. في أمان الله. الأخ ما أدري يعني في أسماء ما أعرفها صراحة اللي قال تحية، بس المهم إن شاء الله يعطيهم العافية إخواننا إن شاء الله، ويتقبل أعمال منهم المؤمنين المتقين المخلصين لله، والمنافقين اللي يدورون الدنيا حسابهم على الله. على العموم هذه الطريقة اللي معروضة على الشاشة هي طريقة الباي بال. هذه الطريقة الإخوان يستخدمونها لشراء الأغراض من الإنترنت، حجز الفنادق والتذاكر. على هذا الإيميل فقط تأخذ fedek@gmail.com وتحول مبلغ التبرع يوصل للإخوان على طول. عندنا اتصال من منو؟ من الديوانية. منو؟ منذر. السلام عليكم. منذر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا وسهلا، حياك الله يبا. وياك منذر من الديوانية. حياك الله يبا، تشرفنا فيكم. طبعا
طبعا تحياتنا لكم والقناة فدك وكافة العاملين فيها. الله يحييك إن شاء الله. وطبعا وتحية للشيخ ياسر الحبيب، وأريد أن أوجه كلامي لهذا الصعلوك القزم هذا الذي يهدد بالقتل الجزائري. أنا أريد أن أسأله سؤالا، أقول له: هل تتذكر معركة البصرة المسماة بيوم الجمل؟ ماذا فعلت أسلافك من بطولات في تلك المعركة؟ ذكرنا إذا كنت لديك معلومات، وإن لم تتذكر أو لم تكن لديك معلومات فنحن نذكرك بما جرى، أو في معركة صفين. ونذكرك أيضا بالحادثة التي فعل فيها أحد أسلافك أو جدك المباشر عمرو بن العاص، حينما هم أميرنا علي بن أبي طالب بقتله. ماذا فعل؟ أنا أترك الجواب للسامعين. ماذا فعل عمرو بن العاص حينما هم علي بن أبي طالب عليه السلام بقتله؟ وإن أردتم فسأفصح ماذا؟ ألم يكشف عن عورته؟ زين أخونا منذر، يعني أنت منذر قصدك يعني إذا هذا واجهك، هذا من الجزائر، قصدك إذا واجهك راح يكشف عن سواته مثلا؟ بالتأكيد طبعا، فهو مسائر على منهج أسلافه، طبعا سيكشف. وأنا سأفعل ما فعل علي بن أبي طالب، فإني سأعرض عنه وأصفح عنه، فإني أبتعد أغض عنه البصر، إنه أراد أن ينقذ حياته بتلك الفعلة الشنيعة، إنه أراد أن ينقذ حياته فعلة جبناء وحقق. زين ايش في ورا الهواتف فارش ريشه وقاعد يهدد ونقتل ونصلخ ونذبح وهذا؟ يا حبيبي هذا الرجل ومن على شاكلته. أنا كلامي له ولمن على شاكلته. أنا أقول له اليوم الذي ترضون فيه هذا كلام هاترات، إنه خلف الميكروفون ويتكلم، فليتذكر ماذا فعلوا أسلافه في معركة الجمل، ماذا فعل بهم وماذا فعل في أسلافه في يوم صفين. أحسنت أخوي، أحسنت، بارك الله فيك، نشكرك على هالمداخلة. ونحن نشكركم أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أبو حسن من الجزائر. أبو حسن السلام عليكم. أبو حسن موجود؟ هم يا جماعة هذا ديدنهم. أتذكر سماحة الشيخ الحبيب كله يهددون: والله لو ظفرنا به، والله لو ظفرنا به لا نقتله، لا نقطع، لا نصلخه، لا نطبخه، لا ما أدري شنو. كل شيء قالوا عن سماحة الشيخ الحبيب. وأعلنا عن مظاهرة أمام السفارة الكويتية قبلها بأسبوع، وحطينا إعلان على قناة فدك، حطينا إعلان بكل مكان. أنا وزعت الإعلان بالمنتديات البكرية، ودينا رسالة للسفارة الكويتية قبلها ب3 أيام، قلنا راح نتظاهر عند بيتكم، عند سفارتكم بلندن. وجه سماحة الشيخ معزز مكرم، صعد على، حطينا له كرسي الشكل صعد عليه، وقال له كلمة مدتها يمكن 3 ساعة، وخلص وقعد نطر، وقال لسماحة الشيخ عباس سقائي كلمة مدتها يمكن هم نص ساعة، وخلص وقام للأخ حسين وقال له كلمة بالإنجليزي، وراه هوسات ووراها قصائد وكل هذه، وقاعد سماحة الشيخ. وينهم عيال عائشة؟ وينهم عيال عمر بن العاص؟ والحين لا أنا بنقتل وهذا طالع مبارك البذالي، هذا الديوث طالع يتكلم على الشيخ يقول اقتلوه، وأنا بخلي جائزة $200,000 اللي يقتل الشيخ ياسر الحبيب. وينكم لما تصير مواجهة؟ والله ذيك مرة الشيخ يقول، شيخ في شارع بلندن اسمه شارع العرب جوار رود، كان الشيخ عنده راح يزور له واحد مريض من جماعتهم، فهذا الشارع كله خليجيين سياح يجون علاج، اللي يجون دراسة، متروس كله يعني خليجيين، حتى المحلات كلها بالعربي. فاجا الشيخ صافط بالشارع وركب سيارته بعمامته، هو بكل مكان يمشي بعمامته بهذا بشته بكل شيء يعني. فاجا له واحد قال له أعرفك؟ قال لي نعم معك ياسر الحبيب. زين وين هذا؟ طالع الشيخ قال الله ينتقم، الله راح ينتقم لنا منكم. عاد الشيخ يقول، وقف الشكل قال بل نحن سينتقم لنا منكم. بعدين لما راح هذا شاف الشيخ الشكل راح بل نحن سينتقم لنا منكم. زين وين ولد عائشة؟ هذا هو الشيخ قدامهم، كل مرة يتمشى هني، يروح يتسوق، يطلع بعمامته بشته، بهذا جبناء بس بالحكي. واتوقع أنا هذيلا عرعورهم وهذيلا اللي يتكلمون على سماحة الشيخ والله لو يواجهونه
هم يفعلون نفس الفعلة هذه السوداء اللي سود الله ويهم عمر بن العاص، شلون كشف عن سويته أمام أمير المؤمنين. بس منذر يقول أنا راح أصد بوجهي عن عورته كما ما فعل أمير المؤمنين. والله أنا أقول لك لو تكرر إذا واحد كذي محارب وهذا أحسن. على العموم إحنا برنامجنا ما لنا شغل بالسوالف، عندنا تبرعاتنا وهذه القناة نبيها تستمر يا جماعة. يا شيعة غيرة شوية، غيرة يا شيعة، المبلغ ما يستاهل 38,590. خلنا نتبرع فيهم يا جماعة، تبرعوا فيهم. اللي عنده $100 $50 تجمع مني منك وإن شاء الله تسدد الفاتورة. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلينا نشوف رسائل وين أهل العراق. ما قاعد تجينا شيء من العراق، ما في شيء من العراق اليوم. من العراق بس رسالة أبو حيدر اللي هو 1550 و3000 اللي من أم علي. زين إن شاء الله باكر يتصلون علينا ويبعثون لنا رسائل ويكون هناك تبرعات إضافية إن شاء الله. من عندك محمد؟ الشوكة؟ نعم من بابل. السلام عليكم، تفضل اختي. عليك السلام. اهلا وسهلا، تفضلي. إذاعة العترة. تفضلي، انا ما اسمع. محمد عدل الصوت. تفضلي اختي بس الصوت واضح. عليك السلام. اهلا بس اريد اسالك سؤال على ذول الوهابية الحقراء نعم. ايش فيهم الوهابية الحقراء؟ كلاب الحقراء. ايش فيهم؟ سوريا يقتلون بالعالم. هم من ولد هند ولد عرعور الشوالد والقرايش القندرة. اختي هم عيال اول ارهابية في الاسلام عائشة الحميرة اللي اصدرت فتاوى لقتل المسلمين. وعلى عائشة وعلى عمر وعلى ابو بكر وعلى ابو سفيان. احسنتم. عندنا بارك الله فيك، عندنا اتصال من فوزي من ليبيا. فوزي السلام عليكم. وعليكم السلام اخو عبد الله. اهلا وسهلا يا اخو عبد الله. يا هلا. اللي صار للشهيد حسن شحاته نعم هذا مسؤول اولا عليه خادم الحرمتين الامريكيتين رئيس كلينتون وهو المحرض. وانا اقول لك المنطقة بالكامل الآن توالي آل البيت، لو تقصد أنا فيها. إذا كان هذا التسنن نحن بريء منه، أنا وعائلتي وأطفالي ويعلم من الآن اتباع من هذا آل البيت. وسوف أعطيك أساميهم أكثر من 30 شخص، شارع كامل بيت 30 بيت. اللهم صل على محمد. نبرأ من هذا المذهب الشيطاني وننضم إلى مذهب البيت والوالي عليهم ولي الله وأبنائه المعصومون العفة الطيبة الطاهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فعلا 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 يا جماعة، أنا قاعد أقول لكم، أنا اليوم كتبت على التويتر مالي، كتبت عشرات الناس أعلنت تشيعهم بسبب الحادث الإجرامي لسماحة الشيخ حسن شحاتة. مو مصدقيني، هذا دليل. الحين أكثر من 30 شخص قاعدين يعلنون تشيعهم. أنا كتبت تشيع العشرات يعني بعدما رأوا قتل كيف يقتلون الشيخ شحاتة فتبرأوا من دين القتل والنحر دين أبو بكر وعمر وعائشة ودخلوا تشيع أهل البيت الطاهرين. كتبت بتويتر هذيلا يستخفون البكرية. ولكن هذا كافي اتصال هذا الأخ فوزي اللي يقول أنا وأكثر من 30 اسم أعطيكم إياهم راح نترك البكرية إذا هذا هو دينهم دين القتل. وغيرها ترى وصلتنا وايد رسائل والحمد لله، ناس تشيعت بعد ما رأوا هذه المجازر التي لا تمت لأي دين سماوي بصلة والحمد لله. وهذا قاعد نجني البركات قتل هذا الشهيد حسن شحاتة، وهو سبحان الله بركاته وهو عايش وهو مستشهد ناس يشيعهم. حتى السجين نفسه، السجان عفوا، لما اسجنه الضابط المسؤول عليه تشيع بسبب مناقشته لسماحة الشيخ حسن شحاتة. منو معنا؟ أبو علي من استراليا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أبو علي، حياك الله يبا. الله يحفظكم مولاي، الله يعزكم. حياك الله أبو علي، شلونكم؟ الله يحفظكم. الله يحفظكم. أبو علي، أول شيء كم الساعة عندكم بأستراليا؟ السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا أبو علي، كم الساعة عندكم بأستراليا؟ عندنا تقريبا الساعة 4. الساعة كم؟ 4:30 الفجر تقريبا. 4:30 الفجر، مو 11 ساعة فرق قالوا بأستراليا يعني؟ لا بحسب الولايات يعني. قارة كبيرة جدا. حياك الله أبو علي. أبو علي، تشاهدنا عن طريق الإنترنت ولا عن طريق التلفزيون؟ ألو أبو علي، اسمعني من التلفون الله يخليك، قصر على التلفزيون، اسمعني من التلفون. التلفزيون بث مباشر الآن؟ اي احنا بث مباشر الآن. الله يحفظكم. الصوت مو واضح يا شباب، اخذوا الاتصال مرة ثانية. كلموا أبو علي. أبو علي من استراليا، ترى أبو علي صاحبنا يعني، هذا الأخ أبو علي جزاه الله خير، يراسلنا من أكثر من سنة، وهو من أكثر المتبرعين، وحتى تبرع للمظاهرة. أبو علي تبرع للمظاهرة، أتذكر $100 والقناة فدك $100 قبل لا نطلع التبرعات. ناخذ ناصر العترة. ناصر العترة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ناصر العترة. السلام عليكم أخ عبد الله. أهلا وسهلا يبا، تفضل. اللهم لعن أول عباد من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين. أخ عبد الله، أنا اتصلت بالأخ أبو حيدر وتبرعت رصيد 10,000. أهلا وسهلا، ذكرناه. نعم. وأكو مشروع قدمته قبل فترة على المتجرة، ما طرحته مرة ثانية. ما قاعد اسمعك. مشروع شنو أبو علي؟ المشروع مال المجزرة ولا؟ اي أبو علي، احنا لحد الآن قاعد نبي نشوف. الأخ سيد أحمد موسوي عطيناه دراسة جدوى، لأن الشغلة مو سهلة، لازم نشوف مكان للبيع معروض وكم تكلفته وكم نحسبها، يعني شغلة تحتاج دراسة طويلة. اي شوية تحسن من أمور، شوية تعين القناة، تعين الجماعة. نعم. نعم. حياك الله يا أخونا يا ناصر عترة، رحم الله والدينك ماجورين. أهلا وسهلا. الله يتقبل أعمالكم. عندنا تبرع من علي فلاح كريم من بغداد، 25,000 دينار رصيد، ويسأل لكم لا تقصوا محمد، لأن هذول راح يبعث لنا إياهم أبو حيدر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا أعداءهم. المبلغ اللي الحين على الشاشة 38,590. احنا راح نستمر وراح نخلي لكم طرق التبرع. اللي يريد التبرع فقط يبعث رسالة أو يتصل على الرقم اللي أسفل الشاشة. هذه الأرقام موبايلات، راح تكون 24 ساعة مع الأخوان، وإن شاء الله يستقبلون تبرعاتكم. يعني 24 ساعة كل ما ينزل مبلغ للتبرع نزله من إجمالي المبلغ، وهذا الرقم اللي فوق راح يظل. احنا شكلنا راح ننهي قبل الصلاة بربع ساعة، ولكن احنا تقدرون تتواصلون معنا عن طريق موقعنا على الانترنت فدك.tv fadek.tv.com، او عن طريق حسابنا بالفيسبوك، قناة فدك على الفيسبوك، او قناة صوت العترة على الفيسبوك، او على تويتر قناة فدك على التويتر الفضائية. وكذلك عندنا تطبيق على الاندرويد وتطبيق على الايفون، تقدرون تنزلون هذا التطبيق وتشاهدون بث حي عن طريق الايفون وعن طريق الاندرويد. أما طرق التبرع راح تلاقونها أكثرها على موقعنا الرسمي هو فدك.tv fadek.tv.com. عندنا 6 روابط، إذا في رابط مقطوع أو ممنوع محجوب في دولتك تقدر تأخذ رابط غيره، أو تقدر في عندك هذه الطريقة اللي كسر المنع والحجب. احنا موجودين معكم، إذا حبيتوا تتبرعون، حبيتوا هذا الصوت البرائي يستمر،
جودوا بما لديكم حتى لو أن مبلغ بسيط، مبلغ على مبلغ مني ومنك، ويجمع إن شاء الله وتسدد الفاتورة. هذا ما لدينا اليوم، وما بقي لي إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة